الفنانة الكبيرة شادية جه عليها وقت وصورت فيلم انت حبيبي بطولة فريد الأطرش، وبطولتها وبطولة الفنانة الكبيرة زينب صدقي، وبطولة سراج منير وميمي شكيب. المهم قصة العمل لما لقوا ان هم في شتاء فقالوا نروح لأسوان ونغير وننوع بين مناظر الفيلم، ومنها نتفسح ومشتى، وكانت جو شتاء والأسوان مشتى ويعني وفيها دفى، ونغير وننوع في الفيلم عشان كمان يتفرجوا على أسوان وجمال أسوان عندنا في مصر. المهم بالفعل سافر فريق العمل، فجاء عليهم وقت ان هم في راس السنة، فالفنانة الكبيرة شادية بتتفق معاهم عشان يحتفلوا براس السنة. بتكلم من المصور ده للمخرج للمنتج للممثلين يتفقوا عشان عايزة تحتفل براس السنة ويرتبوا لها. المهم ايه، بما معنى ان هم ايه، قالوا لها ان هم مش هيحتفلوا براس السنة. المهم الفنانة الكبيرة شادية زعلت جدا، عندها لازم تحتفل براس السنة، زعلت جدا. المهم خدت بعضها من غير ما تقول لهم ونزلت على القاهرة. المهم فريق العمل تاني يوم الصبح عمالين يدوروا على الفنانة الكبيرة شادية، اختفت واتجننوا عليها ودوروا عليها في الاوتيل ودوروا عليها في كل حتة وسألوا عليها في كل حتة، وبعدين في الاخر دوروا عليها في المكتب المختص بالممثلين، ومثلا هو المدير المالي المسؤول عن الفيلم سألوا عليهم هناك في المكتب. المهم قالوا له لا احنا ما شفناهاش. سألوا عليها في المنزل في بيتها يعني، قالوا لها دي موجودة ونازلة وهتحتفل مع اصدقائها من المطربين والممثلين، هتحتفل معاهم عشان راس السنة الميلادية. كل ده ومشيت وزعلت من قص العمل عشان هم مش راضيين يحتفلوا براس السنة، ونزلت تحتفل بيها في القاهرة.